لو محتارة تعملي كيكة ايه وزهقتي من الكيكة العادية فتعالي اقولك على احلى واطعم كيك بجد، وهي كيك البلح. طعم كده من الاخر، طعم حكاية وحاجة بجد فظيعة. اول حاجة اجيب عندي خلاط زادة، الذرة عندي 2 لتر، وعندي كمان 1800 واط وست أسلحة ستانلس ستيل. جيب عندي بقى مقاديرنا اللي هي 3 عدد من البيض، وطبعا بيض يعني ما اقدرش استغنى عن الفانيليا. هنزل بالفانيليا، وكمان عندي نص كوباية من السكر، مش هكتر اكتر من كده. وابتدي اخفق كل ده مع بعض كويس قوي 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 قوي. وبعدين هنزل عندي بكوباية من اللبن، يتخفقوا مع بعض كويس. وبعدين هنزل بحوالي نص كوباية تقريبا من البلح. وبعدين عندي معلقة كبيرة قرفة، ومعلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وكمان كوبايتين ونص من الدقيق. ابتدي بقى اجيب الصينيه بتاعتي وادهنها عندي بالزبده، وارش عليها كده بالسكر، اغلفها كلها، وابتدي ارص البلح بقى. ممكن بلح رطب، ممكن بلح فريش، زي ما احنا حابين، بس المهم ما يبقاش بلح ناشف خالص. ابتدي انزل عليه كمان بالخليط بتاعي الكيكه، اوزعه كويس قوي واخبطه كده خبطتين محترمين. بينا بقى على فرن زياده، وهنا الصينيه بتاعتي حطيتها على الرف وسط تقريبا، على الصاج بتاع الفرن نفسه. عندي هنا بقى في زيادة ظبطت التايمر بتاعي على مدة 45 دقيقة، وكمان على الحرارة 180، وكمان ظبطت المروحة علشان توزع عندي تمام. طبعا الفرن ده 55 لتر، وكمان 2200 واط. وهنا بقى كانت خلصت الكيكة بتاعتي، شايفين لونها وجمالها عامل ازاي؟ رشة قرفة كده عليها كده على الوش. مش عايزة اقول لكم هي مش ناقصها غير مشروبكم المفضل، بس جربوها وقولوا لي طعمها ايه. باي.